النهارده سباير سبورتنج بتلاعب النادي الاهلي بفرع الجزيره، فالنهارده ان شاء الله بنسمع رايها. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ حضرتك كنا عاوزين ناخد رايك النهارده اليوم ماشي عامل ازاي من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الولاد استفادوا ولا لا؟ لا بصراحه يعني من ناحيه التنظيم يعني لا الدنيا منظمه جدا جدا، خصوصا فرع الجزيره. بالنسبه للكوتشز هنا ممتازين جدا. لا الولد بصراحه بيبقى مبسوط جدا وهنا وهو بيلعب في التيم. بالنسبه للاكاديميات دايما بتيجي تلعبهم، بيبقوا يعني بتديهم يعني بيبقوا اكتر ثقه بالنفس اكتر وهم بيلعبوا. بيدخلوا منافسات مع بعض بطريقه حلوه جدا. لا هو بصراحه مبسوط قوي هنا. حضرتك شايفه ان اكاديميه سباير النهارده كانت عامله حاله من السعاده مع النادي الاهلي، بحكم النادي الاهلي اكاديميه كبيره واكاديميه لها مستوى ولها اسمها، فجايين اكاديميه سباير سبورتنج نفس الكلام، فكنا حابين نعرف راي حضرتك، هل كان في توازن في الماتش؟ طبعا هما كمان الاولاد بيجوا متحمسين جدا وبيبقوا مبسوطين، وخصوصا لما يلعبوا فرقه تانية. لا كان في تنظيم حلو جدا وكان بيلعبوا ماتش حلو جدا بصراحه يعني. لا اتبسطوا جدا النهارده. يعني حضرتك مبسوطه من تجربه سباير سبورتنج والاهلي؟ جدا جدا مبسوطه بصراحه بالتجربه دي كتير قوي. حضرتك شايفه اي تعليق عند حضرتك تحب تقوليه لو في حصل اي حاجه مثلا حضرتك حابه انك تعلق عليها او حاجه؟ لا والله انا بصراحه الكوتشز هناك يعني هنا كلهم ممتازين بجد يعني، خصوصا فرع الجزيره. يعني انا حابه ان ابني كان يلعب في الفرع ده جدا. بس لا هو بصراحه مبسوط جدا هنا كتير يعني. شكرا جدا لحضرتك وتشرفنا بيكي ودايما موجوده.